المصريين خلوا العربيات تتكلم بالكلاكس. يعني لو انت سايق ولقيت حد عمل لك كده هو بيصبح عليك او بيشكرك، فانت بقى يا اما هترد له لو انت ما تعرفوش، او لو انت تعرفه فهتقول له، ودي معناها بحبك بحبك. اما بقى لو انت ماشي في الطريق وحد عمل لك فدي معناها بيقول لك انت بتعمل ايه وبيشتمك في سره. وخد بالك ان دي بتختلف عن التيت الاولانيه بتاعت صباح الخير لانها اطول شويه. اما بقى لو اداك 3 تيت قصيرين وواحده تيت طويله فدي شتيمه مركبه. ال3 تيت القصيرين دول يقصدك انت، اما التيت الطويله دي فهو كده بيجيب سيره ناس عزيزه عليك، ومش هينفع اوضح اكتر من كده. وانت بقى اوعى تسكت له، رد عليه بس بلغه الاشاره، تسبقه وتطلع قدامه وتديله اشاره يمين في اشاره شمال، ودي معناها كبير قوي على فكره، وغالبا ان احنا هنروح نجيبكم انتوا الاثنين من الاسم بعد كده. اما بقى لو اداك اشاره يمين في اشاره شمال في انتظار فده معناه ان هو بيقول لك تدخل معاه في سبق، ودي حاجه ما انصحكش ان انت تعملها لانها غالبا هتنتهي بحادثه. اما بقى لو لقيت العربيات اللي على الناحيه الثانيه بترعش لك النور الامامي فده معناها انك داخل على لجنه، فتاخد بالك بقى، شد حزامك وسيب تليفونك. ده احنا علينا شويه اختراعات ما تفهمش احنا بنجيبها منين.